هقول لكم على حاجتين لو عملناهم هنتخلص من الحبوب وكمان مش هترجع لنا تاني. اول حاجه استخدام العلاج المناسب اللي يكون معاه صبر والتزام، وما نعتمدش ابدا على مجرد السكين كير برودكتس ونبتدي نقول ان انا غيرت كذا غسول واستخدمت كذا مرطب وبستخدم الصن بلوك والحبوب مش راضيه تخف. ده كلام مش منطقي ابدا. مفيش حبوب هتخف او هتتعالج عن طريق السكين كير روتين. الحبوب بتحتاج علاج طبي مناسب، سواء كان عن طريق اقراص او عن طريق كريمز او جل او بروتوكول كامل احنا بنعمله. ممكن كمان نتدخل بسيشنز ناخدها الفتره المناسبه ونلتزم عليها عشان نخف. دي اول حاجه. تاني حاجه بعد ما بنخف من الحبوب يبقى مهم قوي ان احنا نظبط هاو تو مينتين او ازاي نحافظ على النتيجه اللي وصلنا لها. من اهم الحاجات اللي بحب ان انا ادخنها ونكمل عليها بعد كده هي مشتقات فيتامين أ او التوبيكال ريتينويدز او الريتينول. بنمشي عليه كروتين اساسي بعد كده عشان ما ترجعش تاني.